لو القوانين بتلخبطك ومش عارف تحفظها ازاي ومش عارف تبدأ منين، الفيديو ده ليك. وده الفيديو الرابع من سلسلة يلا نظبط المواد قبل الفاينل. سواء بتدرس ماث او statistics، سواء بتدرس probability او اي حاجة ليها علاقة بالرياضة، رياضة واحد او رياضة اتنين، اي نوع من انواع الرياضة، سواء كنت عربي او انجليش. اللي بيلخبط معظمنا وبيخليه يحس ان المادة دي من اصعب المواد اللي احنا معظمنا ما كانش علم رياضة. بس هل ان انا ما كنتش علم رياضة هل دون هيخليني ان انا ما امشيش كويس في الكلية؟ لا طبعا. فمش عشان ان انا ما كنتش علم رياضة اجيب تقدير وحش في المادة. اكبر غلطه انت بتعملها ان انت بتحفظ القوانين من غير ما تفهم هي دي بتاعت ايه. يعني مثلا بتشوف ان انت عندك كام شابتر المفروض تذاكره، وتبدا ان انت تجيب القوانين بتاعته كلها وتحفظها وخلاص، وبكده باسم ان انت تكون ان انت خلاص ذاكرت الماده. لكن ده غلط جدا. لازم تعرف كل قانون انت هتستخدمه في حل ايه بالظبط، لان طبعا الشباتر هتكون مختلفه والقوانين بتاعتها هتكون مختلفه. فلازم اعرف ان القانون ده هستخدمه في ايه وفي انهي نوع من المسائل بالظبط. كل شابتر وشوف القوانين بتاعته. دلوقتي انت مثلا كتبت ورا الدكتور او اي حاجه، اي مصدر المذاكره بتاعتك، بعد ما بتبدا ان انت تشوف خلاص انت هتذاكر منين، من على اللابتوب او بتذاكر من على الموبايل او اي مصدر المذاكره بتاعك، لازم يكون معاك كشكول في الرياضه بالذات. ليه؟ علشان تطلع القوانين اللي انت خدتها في البي دي اف او كتبتها ورا الدكتور، وتبدا ان انت تكتبها في الكشكول وتطبق عليها. دلوقتي مثلا كان اول شابتر حوالي 5 قوانين، طلعت ال5 قوانين تقوم انت كاتبها في الكشكول ومطبق عليها. القانون الاول تشوف سؤال عليه وتحله وتطبقه، والقانون الثاني هكذا، والثالث هكذا. ولو في سؤال جامع بينهم هما الثلاثه حل السؤال دون. المهم ما تدخلش على السؤال الثاني غير لما تكون انت اوريدي فاهم السؤال الاول. الرياضه لازم تطبيق بايدك. طب تمام، دلوقتي مثلا انا كنت محدد ان المذاكره بتاعتي حوالي 3 شابتر. خلاص تمام، انا ذاكرت 3 شابتر بالقوانين بتاعتهم وطبقت عليهم. بعدين انا دي حاجه كانت بتفرق معايا شويه، واكيد هتفرق معاك برضو ساعه الامتحان، ان انا بعد ما اذاكر الكميه اللي عليا اجيب ورقه واحده بس واكتب فيها القوانين بس، من غير اسئله او من غير امثله او اي حاجه، اكتب بس القوانين. دلوقتي مثلا شابتر 1 فيه 3 قوانين اكتبهم، والشابتر 2 فيه مثلا 5 اكتبهم تحت بعض بحيث في ورقه واحده بس. الورقه دي هتكون ملخص. لو انت مثلا انت بتحل ولقيت نفسك ان انت في قانون مش فاكر الحاجه فيه، او في حاجه فيه ناقصه انت مش فاكرها، ارجع للورقه دي. ما تضطرش انت ترجع للشباتر تاني تقعد تقلب كتير، لا ارجع للورقه دي هتفكرك. وكمان الحته دي هتساعدك جدا ساعه الامتحان. ما تضطرش ان انت تعيد الشباتر كلها من الاول، لا انت مجرد هتبص على الورقه دي هتفتكر القوانين. وطبيعي جدا لما تيجي تحل تلاقي في اسئله واقفه قدامك او اسئله فيها افكار عاليه شويه، مفيش مشكله. بس اول لما تبدا تذاكر ذاكر بالاسئله اللي هي سهله، اللي هي تكون تطبيق او تثبيت للمعلومه اللي انت او القانون اللي انت حفظته. ما تكونش ان انت مثلا حفظت القوانين وتبدا ان انت تحل سؤال يكون مثلا تقيل شويه فيقفلك اصلا من الماده كلها، لا. حتى لو انت الايام دي ما حلتش اسئله تقيله مفيش مشكله، ممكن تسيبها ساعه الفاينل عادي. لو انت مثلا حليت الاسئله السهله وخلاص طبقت وثبت القوانين، وجيت تشوف مثلا لقيت اسئله فيها فكره شويه وانت الحاجه دي مش ثابته، حاول فيها مره واتنين. طب انت اصلا مش عارف تحلها من نفسك، شوف مثلا دكتور حللها او اي حد من اصحابك حلها والناتج صح، وشوف هو عمل ايه وامشي على الستبس اللي هو عملها بالظبط. وعلى اساس كده انت هتبدا ان انت تفهم ان انا مثلا ده جاب الرقم ده من حط مثلا اكس زائد واي طلعت لي الناتج ده، وهكذا. تبدا ان انت تشوف الرقم ده جه منين وتبدا ان انت تفهمه لنفسك، وعلم على السؤال ده، علم عليه في الكشكول ان السؤال ده مثلا كان تقيل بالنسبه لك، فترجع ساعه ما تيجي تراجع الماده تاني تبدا انت تبدا بالسؤال ده. خلاص انت اوريدي ثبت القوانين وراجعتها، فبالتالي لما تيجي تراجع بقى تبدا انت تحل الاسئله اللي هي ممكن تيجي في الامتحان. طبيعي ان كل ماده في المذاكره بتختلف من ماده للتانيه. عندك الماس بتعتمد ان انت تبدا ان ترتب الخطوات بتاعتك في الحل. دلوقتي مثلا كان في سنه اولى عندنا ان انت رياضه اللي هي بيكون مثلا في مجهول، اللي هو مجهول واحد بتبدا ان انت تجيبه، فانت تشوف انت هتعمل ايه عشان تجيب ده، مثلا توديه بعكس الاشاره او هكذا، بحيث ان انت تجيب المجهول ده. لكن مثلا في الماثماتكس ما بيكونش فيها قوانين كتيره، ممكن تلاقي مثلا حاجات بسيطه جدا في القوانين، لانها كلها بتعتمد ان انت بتجيب الناتج اعتمادا على خطوات ثابته. لكن ماده الاستاتستكس لا، ده هي بتكون فيها قوانين وقوانين كتير، بيكون اغلبيتها فيه تفاضل وتكامل، فالمفروض ان انا احفظ القوانين واعرف كل قانون بتاع ايه. ما ينفعش في الاستاتستكس بالذات ان انا ابدا احفظ القوانين كلها مع بعض، القوانين بتكون كتير شويه، فابدا ان انا اعرف ان لما انا مثلا هيجي لي معطيات كذا استخدم قانون كذا. طب هل دي هتثبت من اول مره؟ لا، بالتدريب. مش هتثبت من اول مره بان انت مثلا تعيد القوانين مره تاني. طب هل ينفع اذاكرهم كلهم مره واحده؟ ما ينفعش. لو انت مثلا عندك كل شابتر فيه قوانين مختلفه، خلاص امسك مثلا كل يوم شابتر مختلف، اليوم التاني شابتر تاني، بحيث ان كل يوم يكون لشابتر معين بالقوانين بتاعته المعينه بتلخيصاتها المعينه، بحيث انها تثبت في دماغك. طب هل الامتحان بيكون ملخبط؟ الامتحان ما بيكونش ملخبط ولا حاجه، يبقى هو يكون مديك معطيات وعلى اساس المعطيات لازم تكون فاكر القانون. فعشان كده قوانين الستاتستكس بالذات لازم تكون محفوظه كويس جدا عشان ساعه الامتحان وفي اللجنه ما تلاقيش ان القوانين كلها ساحت على بعض. لكن لو انت عندك جزء البروبابيلتي الاحتماليه، ده بيكون انت حاجات بسيطه جدا، بتشوف انت مثلا لو جالك ايه مثلا تقاطع او اتحاد او الحاجات دي كلها مع بعض تبدا انت تعملها ازاي. فهي معتمده ان انت تحفظ بس الحاجات القوانين بتاعتها بس، كام قانون ما بيكونوش صعبين، ودي اصلا اسئله بتكون ضامنها في الامتحان. الرياضه سواء كنت عربي او انجليش مش ماده صعبه، هي بس ماده محتاجه ان انت تفهم وتحل. في دكاتره ساعه المحاضره ما بتدخلش ان هي مثلا ترص القوانين او حاجه، هي بتبدا ان هي تحل كتير.
شوف الدكتور ده واحضر معاه، حتى لو المواعيد مثلا مش مناسباك جيب الماتيريال بتاعته وذاكرها منه وحل بايدك. شوف الاسئله اللي بيحلها، اصلا اغلبيه الاسئله اللي هو بيحلها في المحاضره بتلاقيها موجوده في الامتحان. وساعه امتحان الفاينل بتبدا ان انت تجيب امتحانات السنين اللي فاتت وبرده اسئله الدكاتره تاني، ما بتجيبش حاجه زياده ولا مذكرات ولا اي حاجه، بتجيب الاسئله السنين اللي فاتت وبتحلها. ولو مثلا في سؤال طبيعي انت ما تكونش عارفه او مش عارف فكرته، شوف حله ازاي. برده في ناس بتنزل الاجابات بتاعته، تشوف الحل بتاعه ازاي وامشي على الستبس بتاعتها، تبدا انت تعرف الاجابه جت ازاي. وبعدين برده اسئله الدكاتره تقوم انت عايد عليها كده ساعه امتحان الفاينل. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان غيركم يستفيد، واستنوا الفيديو الجاي واكتبوا لي في الكومنتس حابين الفيديوهات الجايه اتكلم عن ايه بالظبط.